أعزائي الطلاب على جميع مستوى الجمهورية، طلاب المرحلة الإعدادية، أهلا ومرحبا بكم في قناتنا الخطة السرية للدراسات الاجتماعية. كنت وحشني يا كنافة منك ليه؟ يلا يا ولاد نحل مع بعض تمارين الجزء الثاني من الحصة بتاعتنا. تعال نقرا بالراحة. بيقول لك من أشهر المحاصيل الزراعية. طالما قال لك محاصيل زراعية يعني هي بتتكلم عن الاقتصاد، الحياة الاقتصادية في بلاد العراق. قال لك العراق يا مستر كانت مشهورة بإيه؟ قمح شعير والزيتون. طب قمح شعير والزيتون، طب قمح شعير، لا سوري يا ولاد، قمح شعير والنخيل. طب قمح شعير والنخيل، يبقى يا ولاد القمح وشعير وزراعة ايه يا ولاد؟ النخيل. هتلاقيني بقول لك معلومات زيادة. أقامت بلاد العراق القديم علاقات تجارية واسعة. يعني بلاد العراق عملوا يا ولاد علاقات مع حضارات تانية، مع دول تانية. مصر الهند الشام بلاد فارس كمان. طب مصر الهند الشام بلاد فارس كمان. طب تاني مصر الهند الشام بلاد فارس كمان. طب مصر الهند الشام بلاد فارس كمان. يبقى يا ولاد مصر الهند الشام وبلاد فارس كمان. طيب بيقولك من أشهر التماثيل التي تدل على براعة بلاد العراق القديم في النحت. عندنا تمثال اسمه انت يا تور. لا 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 مش انت، لا انا بقولك التمثال اسمه التور المجنح. اسمه ايه يا ولاد؟ الثور المجنح. شطور شطور يا صغنطوط، شطور شطور يا صغنطوط. قالك اتخذ الفينيقيون زي ما قلنا يا ولاد العراق كان ليهم معبود، اما الفينيقيين كان ليهم معبود. ايه هو معبود بتاع العراق يا ولاد؟ عشتار. اما الفينيقيون يا ولاد هو مين؟ الاله بعل او المعبود بعل. وده يا ولاد يعني كانوا بيبقى فيه صورة ايه؟ بشرية. شطور. طيب صنع الفينيقيون يا ولاد ملابسهم من ايه وايه وايه، بينما صنعوا السفن من ايه؟ قال لك يا ولاد من ملابسهم من الحرير والقطن والكتان. اما صنعوا السفن من ايه يا ولاد؟ من اخشاب الارز. من اخشاب ايه يا ولاد؟ من اخشاب الارز. ايه يا محمد؟ ايه؟ اعيد سؤال تاني رقم 4 اركز عليه. قريته غلط؟ طيب ثواني يلا. بيقولك اتخذ الفينيقيون معبوداتهم من هو مش عايز اسم المعبود، هو عايز خدوها من ايه. يعني المعبود ده اسمه بعل، خدوه من ايه بقى يا ولاد؟ قال لك خدوه، بص بقى من الحتة دي، خدوه من قوة الطبيعة. شطور يا صديقي، شطور يا محمد، شطور. هو مش عايز اسم الاله، هو عايز هما المعبودات بتاعتهم خدوها من قوة الطبيعة، لان هما بدأوا يدرسوا علم الفلك يا ولاد. ف قال لك احنا خدوا بتاعتهم من قوة الطبيعة. طيب تعال نكمل. بيقول لك حكمت الدولة السلوقية كل من السلوقية يا ولاد حكمت العراق والشام. العراق والشام. شطور. طيب ظلت بلاد العراق. طيب انا عايز اقول لك على حاجة في حكاية الدولة السلوقية، اكتب معايا من تحت كده. اول دولة هي احتلت العراق والشام فارس. فارس ضعفت، جه واحد اسمه الاسكندر الاكبر. بعد كده ده مات. بعد كده جه دولة ايه؟ الدولة السلوقية. بعد كده خلاص انتهت، اتقسمت بقى العراق وين والشام. العراق اللي خدها مين يا ولاد؟ الفرس. اما الشام خدها مين؟ الروم. اتفرج على الحصة كويس يا ايه يا كنافة منك ليه. انت يلا يلا. طيب تعال نكمل. ظلت بلاد العراق القديم تحت الاحتلال الفارسي اللي ان فتحها. يعني العراق فضلت تحت الاحتلال الفارسي. ومين اللي فتح العراق يا ولاد؟ فتح العراق، فتح العراق، فتح العراق العرب المسلمين. قال لك فتح فتح ايه يا ولاد؟ فتحها
كلمة الفتح يعني العرب المسلمين هم اللي دخلوه. طيب ما المقصود بالكتابة المسمارية يا ولاد؟ الكتابة المسمارية الحضارة السومرية، الكتابة المسمارية الحضارة السومرية، الكتابة المسمارية. يلا نغني مع بعض بقى. رموز تشبه رؤوس المسامير تكتب على الواح من الطين. يلا نكتبها. رموز تشبه رؤوس المسامير، رموز تشبه رؤوس المسامير تكتب على الواح من الطين. طيب وتكتب باستخدام أداة إيه؟ أداة خشبية مدببة، أداة خشبية مدببة. طيب والذكورات هرم مدرج يا أولاد، الذكورات هرم مدرج يا أولاد. يبقى هي يا مستر هرم مدرج. حلو خالص. الهرم المدرج ده بيبنى عليه ايه يا ولاد؟ معبد. يبنى عليه ايه؟ المعبد. طب حد يعرف يقول لي المعبد من الحصة اللي فاتت كان بيتكون من ايه او كان بيتبني من ايه؟ من الطوب الطيني. طيب شاطر. طيب تعالى نمسح الحاجات دي وتعالى نغير لون القلم، ولا اغير لون القلم ولا. طيب بيقول لك تنوعت المحاصيل الزراعية في بلاد العراق وعرفوا زراعة النخيل، قمح شعير والنخيل، يبقى صح. طيب برع العراقيون بيتكلم عن بلاد العراق في علوم الحساب والهندسة والطب، صح يا أستاذ. طيب قامت على أرض بلاد الشام، هنا بيقول لك يبقى الحضارة الفينيقية، عدة حضارات منذ القدم، صح يا أستاذ. طيب انتشرت المدن الفينيقية، المدن ايه هي يا مستر المدن؟ قالك المدن زي جبيل وغاريت. طيب على الساحل الشمالي، ولا يا بنت يا ريتاش ده انا هنفخك انت والواد ادم. على الساحل الشرقي، يبقى غلط يا مستر، لان ده البحر المتوسط يا ولاد. فهنا بلاد لبنان اللي هي الحضارة الفينيقية، تمام، فده على الجانب الايه؟ على الشرقي. شطورين. تعال نكمل. طيب بيقول لك كان المجتمع الفينيقي، بيتكلم عن الحضارة الفينيقية، مقسم لطبقات زي المجتمع المصري والعراق، صح يا أستاذ. استطاع الفينيقيون تحويل سفوح جبال لبنان إلى مصاطب زراعية، صح. طب حد يعرف يقول لي دي في أنهي حياة بقى يا ولاد؟ في الحياة الإيه؟ الاقتصادية. حكم المصريين حكموا بلاد الشام في خلال تعيين حكام محليين أوفياء لمصر ويحكمون باسمها يا ولاد، صح. وده كان في عصر الدولة القديمة، في عصر الدولة الحديثة. فوق يا اسطى، فوق يا اسطى يا برنس. تأثرت حضارات بلاد العراق القديم بفكرة تعدد المعبودات والبعث والخلود، اتأثروا من عند مين؟ المصريين، يبقى صح. اهتم المصريين بإنشاء المعابد والمراكز والحمايات العسكرية في بلاد الشام، طيب صح ولا غلط؟ صح. طب ايه دليلك على كده؟ ان يا ولاد كان في فترة في حكم في عصر الدولة الحديثة كنا احنا بنحكم من خلال ايه؟ بلاد الشام، يعني دي كانت تابعة لمصر. طب تعالى نكمل. قامت حضارات بلاد العراق القديم، حضارة بلاد العراق يا ولاد قامت على أني حرفة يا مستر؟ حضارة بلاد العراق عندها نهري دجلة والفرات، يبقى على طول قامت على الزراعة. استقر الفينيقيون على الشريط الساحلي، ها يلا جاوبي يا ريتاش، جاوب يا آدم، جاوبي يا فاطمة، على الجانب الشرقي. من أشهر معبودات الفينيقيين قديما المعبود، قالك الفينيقيين يبقى بعل. طب لو عشتار العراق. استقر الفينيقيون قديما في المناطق، الفينيقيون استقروا فين يا ولاد؟ في المناطق الصحراوية النهرية الاستوائية، في المناطق السهلية. ركز عليها، ركز عليها يا دي آدم عشان انت مش عارفها. طب تعالى نكمل. سك الفينيقيون النقود من الفينيقيون من ايه يا ولاد؟ من النحاس. اما العراق كان من النحاس والفضة. ركز. العراق يا ولاد كان من حاجتين، من نحاس وفضة، اما الفينيقيون من نحاس بس. استعان الملك المصري نقط، نخاوي التاني على طول يا مستر من غير ما افكر. حكم المصريين القدماء بلاد الشام في فترات متقطعة خاصة في عهد الدولة الحديثة.
الله يبارك لك يا أستاذ، الله أكبر، ربنا يبارك لك يا أستاذ. جاء الإسكندر الأكبر المقدوني من الإغريق، ركز عليها بقى دي، يعني فاهم؟ سؤال رقم 8 ده تركز عليه. ظلت بلاد العراق القديم تحت الاحتلال ايه يا ولاد؟ العراق اللي انفتحها العرب. احنا قلنا بعد الدولة السلوكية العراق، مين اللي خد العراق ومين اللي خد الروم؟ العراق خدوا العراق خدوا. مين اللي خد العراق؟ فارس. مين اللي خد الروم؟ الشام. هرم مدرج يبنى عليه الذكورات هرم مدرج يا اولاد يبنى عليه المعبد من الطوب الطيني، اسمها ايه بقى؟ الذكورات. وكان ليها 3 أهميات: أهمية دينية، ويتوج فيها الملك يدها آدم، يتوج فيها الملك، وكان مكان تلقي العلم. 3 حاجات. أول من استقر أرض شملت قديما كل من سوريا لبنان أردن فلسطين. طب سوريا لبنان أردن فلسطين. طب تاني سوريا لبنان الأردن فلسطين. دي الحضارة ايه يا ولاد؟ الحضارة الفينيقية. هو عايز بيقولك الأرض دي اسمها أرض ايه؟ أرض بلاد الشام. لو قال لي حضارة يبقى حضارة فينيقيا، لو كان قال لي بلد يبقى بلد الشام. أول من استقر على الشريط الساحلي شرق البحر المتوسط، مين اللي استقروا؟ قالك مين؟ قالك الفينيقيون. الفينيقيون يا ولاد. استخرج منها فينيقيون الأصباغ. قالك هم خرجوا الصبغة منين؟ من الكائنات البحرية. شاطر. تعال نغير اللون عشان انا زهقت. أشهر المراكز التجارية التي أسسها الفينيقيون: يا ريتاج دي مدينة قرطاج. يا ريتاج دي مدينة قرطاج. استولى على بلاد الشام بعد الدولة السلوكية. قالك الشام يبقى مين يا ولاد؟ الروم. خلاص حفظناها بقى يا مستر، انا زهقت. كمل. بيقولك أقامت بلاد العراق القديمة علاقات تجارية واسعة مع مصر وبلاد فارس. ليه قالنا فارس؟ لأن قالك هي إيران حاليا. فمين هي إيران حاليا؟ كان اسمها بلاد فارس. مصر الهند الشام وفارس كمان. طب مصر الهند الشام وفارس كمان. اعتمدت بلاد العراق القديمة في بدايتها على استخدام المقايضة في التبادل التجاري. يبقى المقايضة، وبعد المقايضة استخدموا ايه يا ولاد؟ النقود. والعراق كان استخدموا النحاس والفضة. كتب السومريين في بلاد العراق القديم الكتابة المسمارية على ألواح من طينية. على ألواح من ايه يا ولاد؟ من الطين. استخدم الذكورات في بلاد العراق القديم مكانا لتلقي الذكورات يا ولاد. 3 حاجات: مكان يتوج فيه الملك، مكان يتوج فيه الملك، مكان يتوج فيه الملك. طيب رقم 2 يا مستر، مكان تلقي العلم. مكان تلقي ايه؟ العلم. 3 حاجة يا ولاد، مكان للشعائر الدينية. اذا ليه كان أهمية سياسية ودينية وعلمية. أسهمت العلاقات السياسية بين الحضارة المصرية القديمة وبلاد العراق القديم في تعميق التبادل الثقافي بينهما. أسهمت العلاقات إيه يا ولاد؟ مش السياسة يا مستر، ده رقم 5، هي العلاقة التجارية يا أستاذ. فاضل كتير؟ لا هاني تمام. بنيت الذكورات في بلاد العراق القديمة على شكل، الذكورات بنيت على شكل إيه يا ولاد؟ هرم مدرج. ويبنى في ايه؟ معبد من الطوب الطيني. جسد الفينيقيون معبوداتهم في صورة ايه يا ولاد؟ في صورة بشرية. اشتهر الفينيقيون بنحت التماثيل الصغيرة من ايه بقى؟ سؤال خبيث. عاج، حجر، خشب. عاج، حجر، خشب. من المدن الفينيقية الواقعة على شرق ساحل البحر المتوسط. رقم 1 من المدن الفينيقية الواقعة على شرق. مدن ايه يا ولاد؟ بيروت اهي، وغرير، جبيل، بيروت، صور. ال4 دول او ال4 مدن دول من المدن الفينيقية في قارة اوروبا. مدينة يا ريتاج دي مدينة قرطاج. من المدن الفينيقية في قارة اوروبا، يعني كانت مدينة فينيقية موجودة في قارة اوروبا يا ولاد. مدينة ايه؟ ملقا. مدينة اسمها مدينة ايه؟ ملقا. مدينة اسمها ايه؟ ملقا.
طيب لمن تنسب الأعمال الآتية؟ استطاع هزيمة الفرس اللي هزم الفرس وضم بلاد فينيقيا لإمبراطوريته الواسعة. ده يا أولاد مين؟ اسكندر الأكبر. مؤسس الدولة السلوكية سلوكس. هموت واقوم اشرب بس عشان اخلص لكم تسجيل الفيديو. اهمية استخدام المعادن في بلاد العراق القديم. احنا ليه استخدمنا المعادن يا مستر في العراق؟ عشان 3 حاجات. عشان يستخدموها في صناعة الادوات الايه يا ولاد؟ الزراعية والحلي وايه يا ولاد؟ والاسلحة. طيب أهمية اختراع الكتابة المسمارية يا ولاد. قالك الكتابة المسمارية ساعدتنا في 3 حاجات. ايه هما يا مستر؟ أول حاجة عملت تدوين للأحداث. يبقى عملت تدوين للأحداث. مش بس كده، كمان لما حصل تدوين بقى يحصل لها ايه؟ نقل عبر ايه؟ الأجيال. طيب تالت حاجة يا مستر بقى، سابت لنا وتركت لنا ورث. يبقى ترك أرث أدبي متنوع من 3 حاجات. ايه هما؟ أساطير، قصص، شعر. اهتم الفينيقيون بعلم الفلك والحساب. ليه الفينيقيا اهتموا بعلم الفلك؟ قال لك بعلم الفلك لان دي فادتهم في الملاحة البحرية. اما الحساب يا ولاد فادتهم في ايه؟ في التجارة. طيب بنى الفينيقيون الاسوار حول المدن. اي حد بيبني سور يا ولاد ليه؟ لحمايتها من الاعداء. لايه؟ لحمايتها من الاعداء. اكتشف الفينيقيون مناطق جديدة في العالم. بما تفسر ليه فينيقيا اكتشفت مناطق جديدة؟ قالك يا مستر لأن هم أصلا كانوا شاطرين في علم اسمه علم إيه يا ولاد؟ علم الجغرافيا. وعلم الجغرافيا ده يا ولاد ساعدهم إيه؟ بسبب رحلاتهم إيه؟ رحلاتهم البحرية. فادهم فكرة إن هم إيه؟ يكتشفوا مناطق جديدة. واستخدموا يا ولاد الخشب اللي هو خشب الأرز في صناعة السفن. فبدأوا يعملوا فيها ملاحة بحرية يا ولاد ويلفوا العالم. طيب بيقولك استورد المصريين القدماء من فينيقيا أخشاب شجر الأرز. قالك ده يا ولاد بنوا منه السفن وعملوا منه توابيت الملوك. استقرار الفينيقيون قديما في المناطق الساحلية. ما النتائج المترتبة؟ ان الفينيقيون استقروا في المناطق الساحلية يا ولاد. لما قعدوا في المناطق الساحلية فبدأوا يعملوا عملية زراعة. وكانت فينيقيا مشهورة بإيه يا ولاد؟ عنب تين والزيتون. عنب تين والزيتون. قيام الفرس بغزو بلاد العراق القديم وبلاد الشام. ما النتيجة المترتبة على ان الفرس غزوا العراق والشام؟ دي كانت اول مرة خالص يا ولاد. انا مش قادر اخد نفسي. طيب قال لك لكده يا ولاد ان لما استولى على الفرس استولى على العراق والشام انتهت حضارة العراق وحضارة الشام. يبقى انتهاء حضارة العراق والشام. وفاة الاسكندر لما اسكندر الاكبر مات توفاه الله انقسمت الامبراطورية. مش انقسمت العراق والشام، لا. العراق والشام دي كانت ايه؟ جزء من الامبراطورية. لكن الامبراطورية الكبيرة بدأت تتقسم على ايه؟ على مين يا ولاد؟ على القوات بتاعته او الناس القادة بتوعه. وجات من نصيب العراق والشام من سلوكس. وهنا أسس الدولة ايه؟ السلوقية. طيب سؤال 11 يا ولاد بيقول لك رقم 1 تعدد دلل تعددت طرق التبادل التجاري في بلاد العراق القديم. ايه دليلك ان حصل تبادل تجاري؟ قال لك يا مستر الدليل على كده ان هم اعتمدوا على المقايضة. وبعد ما اعتمدوا على المقايضة استخدموا الذهب والفضة كنقود معدنية. طيب يبقى يا ولاد اعتمدوا على المقايضة وبعد كده استخدموا الذهب والفضة. في يا ولاد معلومة معلش انا اتلخبطت فيها فوق وانا بحل معاكم اختر او صح وغلط يعني.
قلت لك ايه؟ قلت لك ان كانت هنا تقريبا بقول لك هنا العراق. قلت لك هنا العراق بيستخدموا النحاس والفضة. معلش يا ولاد، هي مش النحاس، هما هنا بيستخدموا الذهب والفضة. العراق، معلش انا عشان بس بسجل برضو فببقى مصدح شوية. الذهب والفضة. طيب، بلغ الفن في حضارات بلاد العراق القديم درجة عالية من الرقي والتنوع. الفن في حضارات بلاد العراق القديم بلغ. ايه دليلك على الكلام ده يا استاذ؟ ان هم بدأوا يعملوا مثلا يا ولاد في نحت التماثيل زي الطور المجنح والاختام والمنحوتات والكسور والبوابات والذكورات، وافضل ارغي كتير بقى. طيب، تعد الابجديه الفينيقيه اساس الابجديه الحديثه. ايه دليلك على كده؟ هقول له ايوه. ليه؟ قال لك ان الفينيقيون يا ولاد ابتكروا ابجديه متكونه ب 22 حرف. مين اللي خدوها منهم؟ الاغريق. ومن الاغريق انتشرت الى اوروبا وبقت هي اساس اللغه الاوروبيه الحديثه. برع الفينيقيون في فن العماره يا ولاد. بيقول لك فينيقيا برعت في العماره، اللي هم فعلا عملوا اسوار، معابد، قصور، قلاع. سهل قوي. تأثر المصريين القدماء بحضارات بلاد العراق. قال لك مصر اتأثرت بالعراق. اتأثرت في ايه يا ولاد؟ 3 حاجات: الأختام، نحت حيوانات. طب الأختام وهي نحت الحيوانات. طب تاني، الأختام وهي نحت الحيوانات، وعباد معبد عشتار، وعباد معبد عشتار. تعالوا نحل بقى يا ولاد مستويات القمة. تعالوا نحل مع بعض. بيقول لك السبب الرئيسي لانهيار حضارات العراق القديم وفينيقيا. ايه هو السبب الرئيسي لان انهارت حضارات العراق القديم وفينيقيا؟ قال لك يا مستر، هو مين اللي احتلهم؟ الفرس. اذا يا ولاد حصلت غزوات وحروب عليهم. طيب، ساهمت الكتابة المسمارية في تطور الحضارة السومرية، وظهرت ذلك في لما كتبوا الكتابة المسمارية يا ولاد. عملت ايه؟ قال لك دي سهلت عليهم ان هم يكتبوا القوانين، فحصل تدوين للقوانين. الزراعة ملهاش دعوة، التجارة ملهاش دعوة، المعابد ملهاش دعوة، لكن لما بقى في يا ولاد كتابة، الكتابة المسمارية، الحضارة السومرية، وبدأوا يكتبوا بالكتابة المسمارية. وعندنا أول ملك استخدم القوانين يا ولاد الملك أورنمو. أبرز إنجازات الحضارة الفينيقية يا ولاد تطور الأبجدية 22 حرف. طيب، النظام السياسي السائد. لما بكلمك عن النظام السياسي يعني بقولك نظام الحكم ايه في العراق القديم؟ هو نظام ملكي وراثي. فالفنون التي برعت فيها حضارات بلاد العراق القديم. قال لك العراق برعت في ايه؟ برعت في المسرح والموسيقى؟ لا. برعت في الرسم والمسرح؟ لا. النحت والموسيقى؟ لا. اما هي النحت والعمارة، وعندك الادلة بتاعتك: العمارة الذكورات، والنحت تمثال طور المجنح. طيب، بيقول لك ايه هي العلاقة بين نظام دولة المدينة في بلاد العراق القديم والآكاديين؟ يعني ايه العلاقة بين بين دولة المدينة والعراق القديم؟ قال لك بص بقى يا ولاد، قال لك في العراق القديم تحولت من نظام دولة المدينة اللي هي الدولة المستقلة إلى التوحيد على يد مين؟ الأكاديين. دي العلاقة ما بينهم. طب الفينيقيون والأبجدية الحديثة. قال لك يا مستر أصلا الفينيقيون ابتكروا أبجدية حديثة من 22 حرف، وهي من أقدم الأبجديات، ثم انتقلت إلى الإغريق. ومن الإغريق، مين هم الإغريق؟ اللي هم اليونان. ومن الإغريق لمين يا ولاد؟ إلى أوروبا، وتصبح هي أساس الأبجدية الحديثة. نمو المجتمع. اول ما يقول لك نمو المجتمع يا ولاد يبقى ظهرت الحاجه لقوانين. القوانين بتنظم حاجتين: علاقات، تعاملات بين الناس يا اولاد. ومين اصدر اول قانون في العهد السومري؟ الملك اورنمو. وبعد كده يا ولاد مين؟ الملك حمورابي في الدوله البابليه الاولى. بيقول لك ما مدى الصداقيه؟ يعني تقول له دي صادقه او غير صادقه. صادقه ليه وغير صادقه ليه؟ طيب، تشابهت طرق التبادل التجاري بين بلاد العراق القديم وبلاد فينيقيا. طرق التبادل التجاري اشتهر بين بلاد العراق القديم وبلاد فينيقيا يا ولاد. تشابهت طرق التبادل التجاري بين تشابهت صح. ليه؟ لان الاتنين كانوا بيعتمدوا الاول على المقايضة، ثم سكت النقود المعدنية من ايه يا ولاد؟ من بعد كده من الذهب. لعب الاغريق دور الوسيط في انتشار الابجدية. ايوه، خدوها الاغريق خدوها من فينيقيا وودوها ليه؟ اوروبا. يبقى هم دول اللي في الوسيط، اللي هم الاغريق او اليونان. يبقى العبارة صادقة. طيب،
بيقول لك اختلفت الحياة الاجتماعية من في فينيقيا. لا يا مستر، ده كانت حتى مكتوبة كده، مكتوبة في سطر واحد. تشابهت، العبارة غير صادقة، لأن كان المجتمع الفينيقي زي المصري زي بلاد العراق كان متقسم لعدة طبقات. شاطرين يا ولاد. انت استنونا في الفيديو الجاي، في فيديو صغير خالص هنحل لك تدريبات الكتاب المدرسي. وأرجوك اكتب لي تحت في الكومنتات قد ايه الفيديوهات بتفيدك، ومحتاج اي حاجة جديدة اكتبها لنا في الكومنتات يا ولاد. واوعى تنسى انك تسجل في الفورم علشان الاسيستنت بتوعنا يبداوا يكلموك ويتابعوا معاك.